دلوقتي انت عندك مشكله مضايقاكي وعارفه ان انت صغيره، بس حاسه ان هي مكبره سنك، يعني انت لسه صغيره، انا عارفه والله. طيب ايه هي المشكله دي؟ عندك تجاعيد حوالين العين وعندك كمان هالات. تتحل ازاي؟ هتتحل بماسك بسيط خالص، اغلبيه مكوناته عندنا بيحتوي على مضادات اكسده وبيحتوي على الكافيين. طب ثواني يا سماح، هي المشكله دي اصلا بتيجي ازاي وانا سن صغير؟ بتيجي من عدم الترطيب، بتيجي من التعرض لاشعه الشمس، بتيجي كمان ان انت ما بتشربيش حاجات فيها مضادات اكسده وما بتشربيش ميه كتير. طب يا ستي ما تقولي، طب صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، هتخشي المطبخ هتفتحي لي الضرفه اللي على الشمال. مكوناتنا ايه هي بقى؟ هتجيبي معلقه قهوه، هتضيفي لي عليها معلقه جل صبور، ونضيف كمان عليه خياره، وتزيدي كمان عليه معلقتين كبار من الزبادي، وكمان ميه ورد. عملتي كل الحاجات ديت، هنعمل فيها ايه؟ هنحطها في الخلاط وتضربيها كويس قوي، هتديكي قوام كريمي. عملنا كده خلاص، هنركنه على جنب، ونحط عليه كمان زيت جوز هند. زيت جوز الهند رهيب في تفتيح الهالات وكمان في تقليلها وتقليل الخطوط التعبيريه. ينفع تستخدميه بطريقتين. الطريقه الاولى ان انت تعمليه في مكعبات التلج وتستخدميه يوميا على الهالات وعلى التجاعيد قبل النوم، لو انت محتاجه الهالات تفتحي الهالات اكتر. طب انت عندك التجاعيد وعندك الهالات، يبقى استخدميه كماسك سائل وهتحطيه تحت عينيكي بيه لحد ما يجف وتشطفيه، وممكن بعدها ترطبي باي كريم ترطيب او بزيت لوز حلو. اظن مفيش اسهل من كده. خلصت معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.